موقف معظمنا بيتعرّض له، وهو إن أوقات بيطلب منّي إن أنا أشتغل على project معيّن ومش بيبقى عندي وقت كافي إن أنا أشتغل عليه، علشان مثلًا أفكّر في فكرة معيّنة ليه، أو إن أنا أقعد أجرّب أفكار مختلفة لغاية ما أستقر على فكرة شايفاها إن هي الأنسب. وأوقات كمان إن أنا ممكن يكون عندي وقت كفاية، لكن ما عنديش فكرة أو تصوُّر معيّن إزاي أقدر أمشّي الproject بتاعي. في حالة زي كده بنجري على طول على موضوع الtemplate، في أنواع كتير للtemplate، وكمان في مصادر كتير أقدر أعمل منها download للtemplate بشكل مجاني وحاجات كتير، فتعالوا نعرف مع بعض كل التفاصيل دي في درس النهارده. حابة أقول لك في الأول منين نقدر ننزّل أو نعمل download للtemplates بتاعتنا. وطبعًا الtemplates بتختلف من برنامج للتاني، يعني أنا مثلًا عايزة أشتغل على الafter effects هيبقى ليه template خاصة بيه، عايزة أشتغل على الpremiere هكذا ليه templates خاصة بيه. فلو أنت مش عارف تعمل منين download للtemplates دي بشكل مجاني، يبقى أنت فاتك الدرس اللي فات، ومش بس الدرس اللي فات، لكن كمان الplaylist اللي إحنا كوّناها الفترة اللي فاتت عن مواقع مجانية تقدر تقدّم لي كل الحاجات دي. فهتلاقيها بتظهر في الآي اللي من فوق تقدر ترجع لها وتستفيد منها، وهكذا. تعالوا نعرف دلوقتي أنواع الtemplates إيه بعيدًا عن البرامج بتاعتها. أولًا عندي 3 أنواع، النوع الأول هو إن أنا باقدر أعمل video templates، اللي بيبقى فيه video template ده إن أنا أقدر أستخدمه مثلًا لintro لpromo لأيًا كان اللي أنا هاستخدمه، اسمه video template. عندي النوع التاني هو الlogo template، إن أنا عايزة أعمل logo فبيبقى ليه template تانية. طيب عايزة أعمل template تكون خاصة بالtitles، فأنا عندي 3 أنواع للtemplate: logo، titles، الفيديو templates. فأنا حبيت أعرّفك علشان برضه تكون فاهم وتعرف إن أنت بتدوّر على إيه وفين، ده بعيدًا برضه عن إن هُم بينقسموا لإيه حسب البرنامج اللي هتشتغل عليه. وتعالوا مع بعض دلوقتي نفتح النماذج اللي أنا مجهّزاها لكم مع بعض دي، ونشوف إزاي هاقدر أتعامل معاها. هنفتح مثلًا أول واحد كده، هالاقيه كملف مضغوط. الحاجات دي أنا منزّلاها من الwebsite اللي نزل على القناة في درس، يعني نزل على القناة يوم التلات اللي فات، هيظهر في الآي دلوقتي تقدر ترجع له وتستفيد منه. دلوقتي إن أنا هافُك الضغط بتاعه هاقول له extract here بالشكل ده، وبعد كده هافتحه كده هابدأ إن أنا أدخل عليه وهاقول له الslide show ده، فبيبدأ يفتح معايا. أوكي. طيب دلوقتي هتقول لي طيب يا سارة أنا باشتغل على الafter effects وعايز template ليه، هاقول لك إن ينفع تنزّل template برضه لafter effects من على نفس الweb site، بس ما دام سألت السؤال ده إنك مش عارف تشتغل على الtemplates الخاصة بالafter effects، يبقى أنت برضه ما سمعتش درس نزل على القناة قبل كده، هيظهر في الآي اللي من فوق، وهو إنه إزاي تقدر تشتغل على الtemplates الخاصة بالafter effects، فارجع له. المهم دلوقتي أنا عايزة أعرف أنا هاشتغل إزاي. لو لاحظتوا كده هالاقي مكتوب عندي الscene 1 وعندي أهو الlight leaks اللي هو مستخدمه كtransition، وعندي كمان مكان للأوديو بتاعي، فتعالوا نجرب مثلًا في الscene 1. هاضغط عليه مرتين ففتح لي بالشكل ده مجموعة من التراكات، كل تراك متخصص في حاجة من الحاجات دي، تمام. أنا مثلًا عايزة أشوف التراك ده متحكم في إيه من اللي ظاهر عندي، فهاقفل الآي بتاعتي بالشكل ده. بصوا على الجزء ده أهو، أهو. لو أنا مش حاباه أقدر إن أنا أقفله، أنا باعدل براحتي جدًا. طيب مثلًا تعالوا نشوف ده بيقفل إيه، بيقفل لي الجزء اللي هنا أهو. فبراحتك جدًا، وأقدر كمان إن أنا أقفل مثلًا النجوم دي اللي بتظهر أهو، كل النجوم دي أقدر أقفلها وأقدر أسيبها براحتي خالص. طيب عندي بقى الحاجات دي برضه، ده الframe بتاعي، عندي الsubtitle اللي هو ده أهو، أول ما هاضغط عليه مرتين كده هالاقي فتح لي قائمة الproperties، أو فتح لي الessential graphics لو أنت بتشتغل على نسخة أقل من 25، وهاجي هنا كده يقدر يكتب معايا عربي أو إنجليزي عادي جدًا، يعني ممكن مثلًا أجرب أكتب سارة أهو، صغير أقدر إن أنا أكبره أهو بالشكل ده عادي جدًا، وأقدر كمان إن أنا
أكتبه بالإنجليزي أهو سارة، فما فيش أي مشكلة من اللغة اللي أنا هاكتب بيها، عادي خالص. طيب وبعدين، عندي بعد كده تمام أهو زي ما أنتم شايفين، وأقدر كمان إن أنا أشيل الجزء اللي هو بيجري معايا ده مش عارفة هو فين، أهو ده شايفين هو ده كده، لو حاسة إن هو مضايقني كده أقدر أقفله برضه عادي. طيب وبعدين عندي الmain title بتاعي اللي هو الجزء ده، طبعًا في تراكات أنا أهو يعني مش بنتكلم عليها، تقدر إن أنت تفتحها وتقفلها براحتك، هتقدر إن أنت تعرف بتاعة إيه. طيب عندي الmain title اللي هو ده، أول ما أضغط عليه كده هاعرف أكتب الاسم اللي أنا عايزاه أو أي حاجة أنا عايزاها. بعد كده هاجي هنا عند الreveal one أهو هالاقي إن هو شال لي اللي هو الbrush اللي هيتضاف فيه الصورة أو الفيديو بتاعي. طيب عندي الmain holder فأول ما هاضغط عليه بالشكل ده فتح لي كده، فهاقدر من هنا إن أنا أضيف مثلًا الصورة اللي أنا عايزاها أو الفيديو اللي أنا عايزاه، عادي كده أو كده. جيت مثلًا ضِفت ده أو مثلًا بلاش الصورة دي، خلّينا مثلًا نضيف الصورة دي أهو، علشان هاقول لك ليه دلوقتي. جيت طلعت هنا كده برّه أهو، حاسة إنه راس الراجل متاكلة معايا، فهاعمل إيه؟ مش هاسيبه أكيد كده، فهادخل هنا كده، هابدأ بقى إن أنا ممكن أعمل له كده أنزّله شوية أهو، فبدأ يبان معايا، أقدر إن أنا أصغّر من الscale على أساس تفاصيل تانية تبان معايا. طيب الslide show أو الtemplate دي ممكن أستفيد منها في إيه؟ هاقول لك إن أنا ممكن لو مثلًا عايزة أعمل presentation لمجموعة من الأشخاص، فأقدر إن أنا أضيف اسم صورة كل شخص، ممكن أشيل مثلًا النجوم والحاجات اللي بتظهر دي على أساس إن هي حاجات مَرَح شوية، فأقدر مثلًا إن أنا أشيلها عادي جدًا زي ما إحنا شُفنا إزاي. وأقدر أضيف الصورة بتاعة كل شخص هنا تمام، وبعد كده أكتب الname بتاعه وعند الsubtitle هنا اللي أنا كتبت مكانه كلمة سارة أو باسم سارة، هاقدر أضيف الposition أو الوظيفة بتاعته، فبالتالي أبقى أنا عملت كده إن أنا ضِفت أو عملت كإني باقدّم الأشخاص بتوعي بشكل منمّق كده وشكل حلو أوي، وأقدر كمان أتحرّك أو أتحكّم في حركة كل حاجة، يعني مثلًا عندي الframe بتاعي إحنا مش فاكرين أهو مثلًا ده، لو جيت دوست عليه كده هالاقي إن هو بيجيب لي كل الحاجات اللي هو مثلًا استخدمها للanimation بتاعي أو كل التفاصيل دي أهو، أو مثلًا الtitle بتاعي هالاقيه مثلًا مستخدم لي الtime remapping والtrack matte key وكل الحاجات التفاصيل اللي هو مستخدمها هالاقيها موجودة عندي أهو، أي حاجة ليها key frames أو مثلًا مستخدم لها حاجة معينة أهو. طيب ميزة الtemplate إيه؟ إن أنا عرفت مثلًا هنا إن هو ضايف لي حاجة اسمها ramp فأقدر أدوّر كده فيها وأفهم إيه اللي عمله وإيه كل الحاجات دي. كل الحاجات دي بتدّيني أفكار لمّا باجي أشتغل على الproject المنفصل بتاعي بعيد عن فكرة الtemplate، هالاقي إنه الtemplate دي بتدّيني أفكار أي حاجة هالاقيها متضافة في الeffect controls، فأقدر أستفيد كده من الحاجات الإفكتات اللي ضايفها وضايفها إزاي وإزاي موظّفها أو مخلّيها بتخدِّم على الproject بتاعي. فكده عملت تغذية بصرية وفي نفس الوقت عرفت أطلّع شغل احترافي ومش بس كده، ده أنا اتعلّمت، يعني أنا عرفت كمان مش تغذية بصرية وبس، يعني مش شُفته من برّه شكل الtemplate بتاعي ممشّيه إزاي، ده أنا كمان شُفت الkey frames والإفكتات وكل الحاجات اللي هو ضايفها، فأنا الموضوع عندي اتقلب لخبرة مش بس تغذية بصرية. فبالتالي أنا كده عرفت إن أنا أضبّط مثلًا الscene الأول بتاعي، طيب وبعدين؟ ده مكان إن أنا أضيف الmusic بتاعي، فركّزوا معايا علشان هاقول لك على حاجة مهمة دلوقتي، لو سحبت الmusic بتاعي وحطيته هنا تمام، هاجي هاطلع برّه هالاقي إن الجزء ده الmusic مش واصلة له، طب ما أنا عندي مجموعة من المشاهد، هاقول لك هندخل مثلًا تاني هاجي على الremix tool بالشكل ده وهاسحب مثلًا كده، أخلّص الanalyze وهاقول لكم. طبعًا شايفين أو أي موسيقى ليها الfade بتاعها في الآخر أو ليها القفلة بتاعتها، طبعًا أنا عدّيتها لإن أنا مش عارفة نهاية الmusic هنا برّه قد إيه، فأنا عدّيتها فبالتالي هالاقي كإنه الموسيقى بتاعتي اتقطعت، فهاعمل إيه؟ بدل اللفة دي كلّها، فأنا ممكن أجيب بقى الmusic بتاعتي كده
واسحبها هنا تحت الslide show بتاعي أهو بالشكل ده، وأقدر بقى إن أنا آجي من الRemix tool أقلل بقى من مدتها، أزود مدتها زي ما أنا عايزة، وبكده أبقى اشتغلت بشكل احترافي وطلّعت حاجة حلوة أوي من template بسيطة والموضوع احترافي. طيب لغاية كده تمام جدًا، تعالوا نشوف بقى النموذج التاني. النموذج التاني أهو هاقول له extract here برضه، هابدأ أفتح كده الPremiere أهو، ده transition يعني الأولاني كان فيديو template ده transition، فهي حاجات مختلفة أهو علشان نعرف إزاي نتعامل مع كل حاجة. أوكي، skip تمام. دلوقتي أهو فتح لي الtransition بتاعي، بُصّوا كده أهو. طيب وبعدين هاجي دلوقتي إن أنا آآ أضغط هنا كده وهيقول لي الshot one، بُصّوا هاوصل للصورة بتاعتي اللي هو حاططها، فأنا ممكن أجيب مثلًا الصورة اللي هي مثلًا دي كده وأحطها مثلًا هنا، تمام، وبعد كده هاطلع برّه هنا بالشكل ده، فهالاقيها كده مش واخدة كل المساحة بتاعتي، يبقى هادخل من جوّه، هاضبّطها برضه كده أهو، هتبدأ تتعرض معايا كده بالشكل ده، وبعد كده هيحصل الtransition بتاعي وهكذا. طيب عايزة أشوف الشوط التاني أهو، بعد كده هاجيب مثلًا هاعمل delete لده، وهاجيب مثلًا الصورة بتاعتي التانية أيًا كان أهو، وهاجي هنا برّه تاني. طيب أنا في حالة زي كده عرفت أوصل للtransition بتاعي، الموضوع ما أخدش معايا ثانيتين، بدل ما أنا كنت هاخد وقت أكتر في إن أنا أعمل الtransition بتاعي أو إن أنا أدوّر عليه وأجيبه جاهز. طيب لو أنا حد ما بيعرفش يعمل transition الglitch ودايمًا بيجيبه جاهز وبيستخدمه بشكل إن هو يجيب كtransition ويضيفه على المقاطع بتاعته، فدي فايدة الtemplate بصراحة أنا باحبها في كده. فأنا هاجي هنا أهو هادخل على effect controls، هالاقي إنه الهزة اللي هو عاملها دي أهو، عاملها من الposition مع الscale، فأقدر أمشي مع الفريمات بتاعتي وأفهم هو عامل إيه بالضبط، وأعرف أستفيد منها. لو نزلت كمان كده هالاقيه ضايف لي حاجة اسمها الcolor balance، لو عملت search عنها في الeffects من هنا أهو، هالاقيها أهو، فهالاقيه إن هو ضايف لي الcolor balance بتاعتي. طيب لو لاحظنا حاجة إن هو هنا مخلّي ال100 بتاعتي دي عند اللون اللي هو الred، فأنا عندي red green blue. تمام، هادخل على اللي بعديه الtrack اللي بعديه، هالاقيه برضه عامل نفس فكرة الkey frames دي، لكن هنا المرّة دي مخلّي ال100 عند الgreen وهكذا، في التالتة هالاقيه عامل لي عند الblue، فبالتالي بيدّيني مزيج الألوان دي أهو. فده ببساطة الglitch بتاعي، فعرفت إزاي الeffect اللي بيعمل لي الglitch من على الPremiere بدل ما أتعب وأجيب أي حاجة من برّه، فعرفت إزاي إن أنا أعمله بنفسي، وفي نفس الوقت عرفت الهزة دي إزاي يكون بيعملها، وكمان وصلت للtransition بتاعي بكل سهولة ومن غير أي وقت ضايع ولا أي مجهود. تعالوا نشوف مثلًا الحاجة التالتة أهو extract here، نبدأ نفتح كده مع بعض أهو. ده حاجة اسمها الstroke transition، ده برضه أهو، أوكي، بُصّوا مثلًا كده أهو. طيب ده يتعمل إزاي دلوقتي؟ هاقول لك بمجرد ما أجيب على الadjustment layer وهانزل كده أهو، هالاقيه إن هو ضايف لي الtransform وكل اللي مغيّر فيه إن هو فاتح لي اللي هو الاختيار ده وشغال على الopacity، فأنا عرفت على طول هو مستخدم إيه، وأعرف إن أنا بعد كده عملت زي ما قُلت لك تغذية بصرية وكمان عرفت الطريقة بتاعتها، مش بس تغذية بصرية. فلمّا آجي أشتغل بعد كده على أي project تاني، فأنا بييجي في دماغي الأفكار اللي أنا اتفرّجت عليها ومش بس إن أنا اتفرّجت عليها، لكن كمان عرفت طريقتها بمنتهى الاحترافية. طيب أهو هاجي من هنا أضغط كده مرتين، وهاجي أشيل الصورة بتاعتي بالشكل ده، وهاضيف مثلًا الصورة دي زي ما قُلت لكم هي نفس الطريقة، يعني ما فيش أي حاجة
متغيّر أهو، عايزة إن أنا أغيّر الأبعاد بتاعتي علشان فيها حاجة أهو مش مالية الشاشة بتاعتي، فعملت fit وأهو هيقلب على الصورة اللي بعدها. طيب عايزة أزوّد صور تانية، ممكن آجي كده أهو، أجيب مثلًا الصورة دي وهاسحبها هنا مثلًا كده بالشكل ده، وهاجي هنا ماشي، وهاحط حرف الM اللي هو الmarker بتاعي، وهاجي هاخد Alt علشان أوسطنه، يعني ليه حطيت الmarker بتاعي؟ علشان ده وسطنت ال اللي هو بالضبط مع الtransition بتاعي أهو، علشان يبقى نقلة أهو، ودي أهو fill ما عنديش أي مشكلة. بس كده، الموضوع سهل وبسيط جدًا، جدًا، وما فيش أسهل ولا أحلى من كده، شغل احترافي تلاقي، سهولة هتلاقي، website مجاني تقدر تعمل download لكل الحاجات دي برضه هتلاقي، إنك تعمل تغذية بصرية وتعرف الحاجات دي كمان بتتعمل إزاي برضه هتلاقي. فدرس النهارده مجموعة من المعلومات مع الشغل الاحترافي، فأظن يعني درس مفيد جدًا. فأتمنى كمان تكون أنت استفدت، مش بس ده مجرد رأيي أنا، لكن أتمنى إن يكون ده برضه رأيك. فلو عجبك الدرس ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوف لي فيديو فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وتابع القناة كل يوم سبت وتلات الساعة 10 مساء علشان بينزل درس مفيد زي كده. وما تنساش تقول لي رأيك برضه في الكومنتات، ولو عندك أي حاجة حابب إن أنا أتكلم عنها فاكتبها لي وأنا هاكون باعمل كده الوقت الجاي.